بالنسبة للسيارات اللي راهي في الجزائر، يعني نحكي في السوق الجزائري. البارح حكينا في السوق تاع لاشين، دوك نحكيو شوية في السوق الجزائري. نصيحة يعني، وكل واحد يدبر راسو، مش لازم تديها يعني راهي للزبائن تاعي ولحبابي وللناس اللي تابعني ديما، وكما نقولوا دير بالراي تاعي. اللي حب يشري الواجد يشري الواجد، لانه في اقل سعر ممكن يوصل له. الاسعار راح تزيد عليه لانها زادت في الصين، كاين ديكالاج بيناتنا، باين اللي شرى ليه بالغلا مش راح يبيع هنا بالخساره. ثم الاسعار اللي راهي هنا في الجزائر راهي اقل اسعار ومتجهه للزياده، علاه بسبب زياده الاسعار في الصين، زياده الاورو وزياده السعر في المصنع وزياده الشحن. ثم كاين ديكالاج، اللي حاب يشري هذا هو الوقت المناسب. انا هكا نشوف، وكل واحد والنظره تاعو. ثاني شاركنا بالنظره تاعك، خليك من الانتقاد لي انا كشخص تشتيني تكرهني، هذيك حوايج واحده اخرى. نحكي رايك في السوق. كاين جماعه بزاف عندهم تحليلات منطقيه، مش نحكي التحليلات البيزنطيه، نحكيو التحليل المنطقي. انا واش نشوف باللي السوق راهو في اقل سعر في الجزائر، نحكيها يقدر يوصل ليه، ومن بعد راح تزيد الاسعار. علاه اللي شرى بالغلا ماهوش راح يبيع بالخساره، هذه حاجه باينه، ماهوش غادي يبيع بالرخاء. ودرك الاسعار راهي زايده، وانتم اعطوني رايكم. السلام عليكم ورحمه الله.